جايبالكم النهاردة طريقة عيش من اسهل وابسط وانجح واضمن طريقة من غير فرن، ومش هتاخد منكم وقت خالص ولا مجهود، وبمكونات اقتصادية هتنفع قوي للمدارس، وفكرة حلوة قوي لللانش بوكس. عايزاكم تجربوا وترجعوا تقولولي في الكومنتات. خبز البالون او العيش المنفوخ بعجينة قطنية طرية هشة خطيرة. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني. تعالوا يلا نشوف هنعمل مع بعض ايه. في العجان بتاعتي او على ايديكم ربنا يحسن ما بين ايديكم، معايا نص كيلو دقيق، طبعا لو عايزين تضاعفوا الكميه براحتكم، ومعايا كيس خميره او معلقه كبيره، ومعايا معلقه ونص كبيره سكر، ومعلقتين لبن بودر ممكن تستغنوا عنه وتستخدموا لبن او الحليب، ورشه ملح. تمام كده. هشغل بقى العجان بتاعي وهعجن بميه دافيه. انتوا ممكن تعجنوا باللبن او الحليب، مكوناتها سهله وبسيطه ومن غير تعقيدات. طبعا انتوا ممكن لو ما فيش عجان بايديكم بقى ربنا يحسن ما بين ايديكم ويوسع عليكم ويديكم الصحه والعافيه، وتعملوا كل حاجه حلوه لاولادكم. زي ما قلت لكم انا بزود حبه بحبه. طبعا كل عجين على حسب التاني، يعني انا اخدت معايا كوبايه، انتوا ممكن تاخد معاكي اكتر او اقل. حطيت معلقه زيت، ممكن تحطوا معلقه زبده، بس احنا عايزينها اقتصاديه فاحنا ماشيينها كده ايه تاتا تاتا زي ما بنقول. العجينه وقت ما بتلم معايا وتبقى تمام، بس بتبقى فيها تلزيقه زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا بالظبط، زي عجينه العيش. هي عجينه عيش بس عجينه خطيره قوي لينه تحفه. هسيبها تخمر نص ساعه في مكان دافي. تمام كده. هنا بعد نص ساعه طبعا بفضي الهواء من العجين زي ما انتوا شايفين، وهجيب النشابه بتاعتي وهبدا افردها. انا مش عايزاها رفيعه قوي، لا خلي فيها سمك بسيط، وهبدا اقطعها ل6 كور. انتوا ممكن تقطعوها ل7، ممكن تقطعوها ل5 اللي يريحكم، وبالطريقه اللي انتوا تحبوها او المقاسات اللي انتوا عايزينها قطعوها. زي ما انتوا شايفين انا كنت مقطعاها مثلثات صغيره، انتوا ممكن تقسموا الرغيف على 2. اما نيجي وقتها هقول لكم. هبدا اكورها كده. تمام كده. ومعايا ميه وسمسم. ده سمسم مش متحمص، لو في متحمص ماشي، بس يا ريت ما يبقاش متحمص عشان احنا هنقليها في زيت فما يتحرقش منكم. ممكن تستغنوا عن الميه دي وتستخدموا اللبن او الحليب. تمام. بس عادي يعني الميه او اللبن او الحليب، يعني مفيش اي مشاكل. بحط كده الكوره بتاعتي في الميه. انا حاولت اسوي الكور على قد ما اقدر. تمام كده. وبدات احط في الميه وارجع احطها في السمسم. انتوا ممكن تستغنوا عن الخطوه دي خالص، بتبقى من غير سمسم خالص، بس بصراحه السمسم مديها طعم حلو قوي وقيمه غذائيه طبعا عاليه، لان انتوا عارفين السمسم مفيد قد ايه، فبصراحه خطير قوي. جربوها وارجعوا قولوا لي في الكومنتات. بس مش هتاخد منكم وقت خالص غير وقت التخمير يعني، ولا هتحطوها بقى في الفرن ولا الكلام ده خالص. انا بشتغل على طول. انا بس وقت التخمير اللي سبتها في الاول نص ساعه. تمام كده. وبعد كده بجيب بقى كل كوره واقوم فردها كده بالنشابه. برضو مش عايزه افردها قوي، هتشوفوا السمك بتاعها عايزاها مقلبظه شويه. تمام كده. انا بس بسويها زي ما انتوا شايفين. عايزاها مدوره منفوخه، مش قوي ولا رفيعه قوي. هتشوفوا معايا دلوقتي. تمام كده. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا انزلوا حطوا لي لايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، وتقولوا لي رأيكم في فيديو ايه النهارده. وعملت معاكم الفيديو اللي فات عيش التوست، ارجعوا شوفوه. برضو هنعمل افكار كتيره لللانش بوكس. تابعوني وان شاء الله تستفادوا. زي ما انتوا شايفين ببدا اقطعها 4/4. انتوا ممكن تقطعوها 2 بس تبقى نصين لو انتوا حابين، بس انا عايزاها صغيره كده زي ما بقول لكم، هتبقى حلوه قوي لللانش بوكس، خطيره قوي قوي. هتعجبكم. فالتقطيعه والمقاس ده براحتكم. عايزين تسيبوها رغيف كده زي ما هي، تصغروا بس الكوره شويه وتبقى رغيف كامل، برضو براحتكم. عايزين زي ما بقول لكم تقسموها 2، تقسموها 4/4، اللي يريحكم اعملوه. بس العجينه اصلا لوحدها فاضيه من غير اي حاجه كانت خطيره جدا، طعمها خرافه. حلوه لينه وهشه، جميله قوي، بتتمضغ بسرعه، وكمان حلوه اللي هي من غير فرن وسريعه، ما اخدتش وقت معايا مقلايه او طاسه على حسب ما انتوا حابين يعني. وهحط فيها زيت. هو الزيت مش غزير قوي، بس
سبته سخنه على نار عاليه. تمام كده، اول ما الزيت سخن معايا بدات احط. انا ما بخمرش تاني بقى خلاص، انا مجرد ما بقطع بحمر على طول عشان ما تشربش منكم زيت. هي مش هقول لكم ما بتشربش 100%، لا هي بتشرب حاجه بسيطه خالص، بس مش بتبقى مليانه زيت، لا بجد خطيره. بحط عليها زيت كده بالمعلقه من فوق الوش عشان تنتفخ معايا، بتلاقوها انتفخت كده وبيبقى منفوخ كده. لا بجد حلوه قوي، جربوها هيعجبكم ان شاء الله، مش هياخد منكم وقت خالص. زي ما قلت لكم هي اخدت مني وقت بس التخمير ف10 دقايق وهتكونوا مخلصين الكميه بتاعتكم. انا سايبه لكم المقطع كامل عشان تشوفوا كل الخطوات بالظبط، ما بتاخدش وقت خالص. وزي ما قلت لكم يعني الافضل سمسم ابيض عشان بيتحمر في الزيت، فالمتحمص هيتحرق منكم، فاهميني؟ بس هي متاخدش وقت خالص، فتخلوا بالكم منها. طبعا مش عايزين تعملوا الخطوط اللي هي اللي على الطروف دي وتسيبوها بيضه براحتكم، بس انا بصراحه ما يعني كنت بقلبها على الجناب كده عشان تتحمر كلها، عشان تبقى كلها لون واحد. هي اول طاسه بس اللي اخدت مني لون شويه، بس انتوا تخلوا بالكم لان ما بتاخدش وقت خالص على النار، مجرد ما بتحطوها بتنتفخ وبتاخد لون بسرعه. هخلص بقى كل الكمية بنفس الشكل، هي مش كمية كبيرة قوي طبعا، انتوا لو عايزين تضاعفوا الكمية ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويوسع عليكم. وتعالوا بقى شوفوا الجمال ما شاء الله. هي انا شايفة كمية حلوة قوي. بحطها في اكياس مثلا او في علبة وبحطها في الفريزر، وقت ما ببقى عايزة بطلع سخن او اسيبها تهدى شوية وبستخدمها، بتبقى جميلة وطازة وزي الفل. بس اهم حاجة عنوها وهي طازة. بصوا فاضي من جوه ازاي، العجينة خطيرة معايا. بقى لانشون عايزين تحطوا اي حشو انتوا حابينه، حطوا بسطرمة رومي، تعملوا بقى مثلا ستريبس او بانيه وتحطوا خس ومايونيز وكاتشب، هيبقى برضو تحفة وخطير قوي. او ممكن على فكرة تعملوها غدا للسندوتشات، هتبقى حلوة قوي قوي. بصوا خطير. انتوا عارفين الفقرة اللي انتوا كلكم وانا بحبها عامة، اللي انا لازم ادوق واقول لكم رأيي. بس بجد من الحاجات الجميلة اللي انا عملتها، عايزاكم تجربوا وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات. وزي ما قلت لكم مش هتاخد منكم وقت خالص. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهستنى رأيكم واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.